السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نهضروا على خبر جديد وحصري واللي كيخص الزيارة الحالية اللي كيديرها وفد عسكري مغربي رفيع المستوى واللي ترأسه المفتش العام السيد محمد بريد، بالإضافة للسيد فؤاد مومن مدير المكتب الرابع والمسؤول عن عقد الصفقات العسكرية. ثم كانوا معهم العديد من الضباط السامون والكبار في قواتنا المسلحة الملكية. وهذه الزيارة فهي كانت لدولة فرنسا واللي تم خلالها استقبال الوفد المغربي، وتحديدا عبر استقبال رسمي من طرف قيادة الجيش الفرنسي. واللي بهذه المناسبة غادي نديروا توشيح للسيد محمد بريد بوسام فيلق الشرف الفرنسي، نظير الجهود المبذولة في الرفع من التعاون العسكري ما بين البلدين. واللي كيهمنا حنا كثر في هذه الزيارة فهي اللقاءات والاجتماعات اللي تمت واللي كانت ما بين القيادة المغربية والقيادة الفرنسية. وهاد اللقاءات على مستوى القيادة فراه مازال لحد الساعة ما بان عليها حتى شي جديد. ثم كاينه حتى الزيارة الثانية واللي دارها الوفد العسكري المغربي وتحديدا لشركة الصناعات العسكرية الفرنسية KNDS. وكيف كتشوفوا معايا في الصورة فاللقاء جمع ما بين الوفد المغربي مع مدراء الشركة الفرنسية، وتركز هذا اللقاء حول التعاون في مجال تصدير الأسلحة زائد التعاون في مجال نقل التقنية والتصنيع المحلي في المغرب. يعني بغينا نشريو أسلحة من عندهم زائد بغينا حتى الصناعة محلية في المغرب. والصناعة المحلية فماشي بالضرورة كتعني صناعة أسلحة ثقيلة، ولكن ممكن تكون حتى في التعاون في إقامة مصانع تصنيع ذخيرة في المغرب. خصوصا وأن الشركة الفرنسية KNDS فراها معروفة بأنها المورد الأول في فرنسا لكل أنواع الذخيرة، وتحديدا ذخيرة المدفعية 155 و 105 ملم، زائد ذخائر الدبابات 120 و 105 ملم، ثم ذخيرة المدرعات من عيار 90 و 40 و 30 و 25 و 20 ملم. وإذا رجعنا للاجتماع فكان واضح أنه كيخص صفقات عسكرية قادمة، خصوصا وأن الشركة الفرنسية KNDS فهي معروفة بصناعتها للمعدات البرية، وبالتالي فراه الجيش الفرنسي راه كيعتمد عليها بشكل كامل بخصوص توريد المعدات ديال القوات البرية. وكتصنع تحديدا مدافع من نوع القيصر واللي كان خدم منه المغرب عدد 36 مدفع في سنة 2020. غير هو كيبقى احتمال زيادة الأعداد ضعيف بزاف، حيث المغرب توجه مؤخرا للمدفع الإسرائيلي أطموس 2000. ثم هاد الشركة فهي كتصنع حتى الدبابة الفرنسية لوكريك واللي مستحيل المغربي ياخدها، يعني ما عليها هضرة. ثم كتبقى عندهم حتى المدرعات القتالية، وتحديدا المدرعة القتالية جاكوار واللي مسلحة ببرج من عيار 40 ملم زائد صواريخ مضادة للدروع. وهاد المدرعة راه دخلها الجيش الفرنسي بلاصة مدرعة AMX 10 RC واللي في حالها كاينه عند المغرب. ثم عندهم حتى المدرعة 6 الناقلة للجوند غريفون واللي مسلحة ببرج من عيار 7.62 ملم. وحتى هاد المدرعة في الجيش الفرنسي كيعتمد عليها ودخلها بلاصة مدرعات فاب الناقلة للجند. ثم أخيرا عندهم حتى المدرعة 4 الناقلة للجند والعمليات الخاصة واللي سميتها سيرفال. وهاد المدرعة فهي ممتازة صراحة، ودخلوها الفرنسيين بلاصة مدرعة فاب حتى هي. يعني مدرعات فاب القديمة اللي كانت عند الجيش الفرنسي واللي فيها جوج ديال الأنواع، الأولى 6 والثانية 4، فالفرنسيين دخلوا بلاصتهم هاد جوج مدرعات وهي غريفون وسيرفال. وهاد المدرعة سيرفال فهي كتقدر تهز 8 ديال الجنود زائد السائق ومشغل الأسلحة. وانا صراحة عندي احساس كبير ان هذا الاجتماع غادي تكون فيه شي صفقة ديال المدرعات، حيث المغرب في الفترة الأخيرة دور البوصلة ديالو باتجاه القوات البرية المغربية ودعمناها بالمئات من المدرعات الحديثة، إما المحلية الصنع أو الأمريكية الصنع أو التركية الصنع. وبالتالي فراه البوصلة حاليا موجهة باتجاه الصفقات الخاصة بالبرية. وكخلاصة في هذا الاجتماع فهو جا في مقر الشركة الفرنسية KNDS واللي زارها أرفع وفد عسكري في القوات المسلحة الملكية. وبالتالي فهي ماشي زيارات روتينية بل هي زيارات ديال عقد صفقات عسكرية. حتى هنا غادي يكون الخبر سلام، نتلاقاو في أخبار جديدة، مع السلامة.